اهلا بيكم. معاكم دينا خلاف، لايف كوتش، مدربه الوعي الذاتي والتطوير الشخصي، اخصائي ارشاد نفسي. النهارده معاكم في موضوع مهم جدا وهو التعلق. هنعرف ايه هو التعلق، هنعرف احنا فعلا في مرحله التعلق ولا لا، وهنعرف انواع التعلق، وهنقدر نميز ما بين التعلق وما بين الحب. وفي الاخر كده هنبدا نشوف الطرق الحقيقيه والقويه اللي تخليني اتحرر من سجن التعلق. تعالوا معايا وكملوا معايا الفيديو للاخر. كتير مننا بيحس ان في اوقات بيكون متعلق باشياء خارجيه، متعلق بشخص معين، حاسس ان هو مصدر اماني واحتياجي وحبي وكل حياتي، متعلق بمنصب ليا، بشغل، وظيفه، حاسه ان انا باخد قيمتي من المكانه دي، متعلق بفكره او صوره ذهنيه جوه نفسي عن نفسي، وخايف طول الوقت ان انا اخسرها. هو ده التعلق. التعلق مش مجرد حب، لا خالص، ده هي حاجه مغلفه بالحب، ولكن في العمق هو صوت داخلي جاي يقولك ان في احتياج غير ملبى عندك محتاج انك تشبعه. الاحتياج اللي عندي ده هو اللي بيخليني ابدا ان انا ادور على اشياء خارجيه واستمد قيمتي منها. التعلق هو احتياج عاطفي بس بزياده قوي، بيخليني اربط سعادتي وراحتي واماني وكل حياتي في الشيء ده، الشيء اللي هو الخارجي. فببدا ان انا اربط شماعه احتياجاتي كلها وحياتي كلها على حاجه خارجيه، فالحاجه دي في لحظه ممكن تروح مني ويبقى ده سبب انهياري وانكساري. كمثال، لو في واحده بتحب حد اللي هو لسه خاطبها في الوقت الحالي، وبدات تحس ان هي مش قادره تستغنى عنه، كل شويه تليفونات تليفونات تليفونات، مش قادره اكل لما يرد عليا، مش قادره ان انا انام لما اسمع صوته، مش قادره، ولو ما ردش ده انا بنهار. هو ده التعلق. الفرق ما بين التعلق والحب: التعلق بيجي من خوف من الفقد، بيجي من ألم وانكسار وانهيار. الحب بيجي من قوة، من حرية، من دعم متبادل. الحب فيه حرية، يعني ان انا مرتاح. التعلق فيه قيود، انا تعبان، انا من غير الطرف ده انا مش موجود. الحب انا بحبك وبحب نفسي وما اقدرش اتخلى عنك ولا عن نفسي. انما التعلق انا ممكن اسيب نفسي واتخلى عن نفسي مجرد بس ان انت تشوفني، مجرد ان انت تسمعني، مجرد ان انت تكون معايا وتقبلني. انواع التعلق: اول حاجه التعلق بالاشخاص. طول الوقت انا عندي تعلق بشخص معين مش قادره استغنى عنه، حتى لو في علاقه سامه ومؤذيه، انا قابله العلاقه وبتنازل عن حاجات كتير مقابل ان انت تكون معايا. رقم 2 التعلق بالادوار. انا واخد منصب دور معين زي دور الام، تبدا متعلقه بدورها كأم، مسيطره متحكمه في ولادها، واول ما يبداوا ولادها يكبروا ويكونوا مستقلين بذاتهم تبدا الام تحس بانهيار، تحس ان في فراغ في حياتها لان هي اتعلقت بدورها الاساسي اللي هو الامومه. رقم 3 التعلق بالمنصب او الوظيفه اللي انا فيها او الدور اللي انا فيه في الشغل بتاعي، فبالنسبه لي انا ما اقدرش اتخلى عن المكانه دي، انا ممكن اتنازل عن مبادئي او اي حاجه الا اني اسيب الكرسي ده او الوظيفه دي او المكانه دي، انا باخد قيمتي من خلال الشيء ده. التعلق بالذكريات. الناس اللي طول الوقت ماسكه في ذكريات الماضي، ماسكه في اي حاجه ممكن يكون عدى عليها 20 سنه بس بالنسبه لها هي دي حياتها، ما تقدرش ان انت تتخلى عن الحاجه دي. ده اسمه تعلق، مش ان انا محتفظه بالذكرى دي احتفاظ بس، لا، انا لو خدت مني الشيء ده انا بموت وبنهار. في ناس عندها حاجات من 15 او 20 سنه لحد الان مش قادره انها تتخلى عنها، ده اسمه تعلق، لان انا مش قادره اتخلى عن الشيء ده. اهم شيء بقى في الفيديو ازاي نقدر نتحرر من التعلق. انت جبت لنا كل حاجه، محتاجين بقى نتحرر. اول حاجه عندنا لازم يكون عندي وعي وافهم انا فين، المرحله اللي انا فيها ده حب ولا تعلق. طب لو تعلق، اوعى تقاوم التعلق او تحس ان انت متضايق من نفسك، هو مش حاجه عيب، هو احتياج جواك، في نقص في العلاقه بينك وبين ذاتك، في احتياج غير ملبى محتاج انك تشبعه، محتاج ان انت تلبي الاحتياج ده من خلال الداخل مش الخارج. فرقم 1 يكون عندك وعي وتفهم انت في انهي مرحله. رقم 2 لازم ابدا افهم الاحتياج اللي انا باخده من خلال الشيء ده او الشخص ده او المكانه دي. انا في احتياج باخده، ممكن امان، ممكن حب، ممكن اي شيء. ابدا شوف الاحتياج اللي انت بتاخده من خلال تعلقك بالشيء ده او وجود الشيء ده في حياتك. رقم 3 لازم نبدا نقوي علاقتنا بذاتنا. طول الوقت احنا عندنا فاصل ما بيني وبين ذاتي. ابدا حب نفسك، اقعد مع نفسك وقت اطول، ابدا اتعامل بتمارين التنفس العميق اللي دايما بقول عليها وبقول ان هي كنز. باخد شهيق، بقفل النفس، تمام، بعد كده بقفل شويه، بعد لحد 6، بعد كده بتطلع زفير ببطء وتعد 8. بقعد 10 دقايق لحد ما ابدا ان انا اهدى،
وابدأ شوف 3 حاجات انت مميز فيها، انت بتحب نفسك في ال3 اشياء دول، وال3 اشياء دول بكره هتغيرهم. يعني كل يوم انا بكتب 3 حاجات انا بحبهم في نفسي. وطول الوقت احنا بنبص على الجزء الناقص، ابدأ بص على الجزء الموجود فيك وحبه. حب نفسك، اقبلها، طبطب عليها، ابدأ شوف الاحتياج ولبيه عشان تقدر ان انت تعتمد على ذاتك مش على الاخرين. اخر حاجة في التحرر من التعلق، وحاجة مهمة جدا، تقنية سيدونا، استخدمها هتفرق معاك جدا. انا منزلة لايف حافظاه على اليوتيوب، وكان في فيديو برضو على اليوتيوب على صفحتي، اسمعه كويس جدا وطبق التقنية دي على ذاتك في موضوع التعلق، هتفرق معاك جدا. التعلق ضعف، هتحس ان انت دخلت في مرحلة القوة. التعلق سجن، لا انا في حرية. فابدأ خد دلوقتي عزيمة بينك وبين ذاتك، واوعد نفسك انك انت دخلت نفسك في السجن ده، وانت المسؤول عن تحررها من جوه السجن. اتمنى تكونوا استفدتوا. ولو حسيت انك فعلا محتاج لمساعدة، محتاج حد ياخد بايدك يعرفك ايه نقاط القوة اللي عندك ونقاط الضعف اللي عندك، ويبدأ ياخد بايدك ازاي تلبي احتياجاتك وتقوي ذاتك اكتر من كده، ما تفكرش او تنتظر. هسيب لك رقم الواتس لحجز الجلسات والاستشارات. كان معاكم دينا خلاف، شكرا جدا لكم.